بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. زوجة الحبيب الغالي وأبناء الأحباب الأعزاء، أعلم أن بلاء شديدا قد نزل بكم بعد استشهاد الأخت واعتقال الأخ وغياب مفارقته، لكني أعلم وأثق جيدا أن الألم الذي نزل بكم بسبب ما ألم بهذا الوطن وهذه الأمة من مجازر جماعية ومن تهديدات لمستقبل الوطن والأمة على يد هذا النظام الانقلابي وعلى يد هؤلاء الطغاة الظالمون هو أكبر كثيرا وهو أعظم كثيرا. أذكر نفسي وأذكركم بالله عز وجل مع هذا البلاء الذي نزل بي وبكم. أذكر بقول الله تبارك وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وبقول الله تبارك وتعالى عن الصالحين السابقين الذين أوذوا في سبيل الله فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. بل أرى والله أن فضل الله علينا كبير، فضل الله علينا إذ اختارنا لهذه المكانة الرفيعة بشهادة أختنا وابتلاء أخانا في قضايا ليست لمصلحة ولا لمغنم، بل لقضايا الأمة وقضايا الوطن، قضايا الشرف، قضايا المروءة، وليست القضايا التي تخل بالشرف والمروءة. هو كرم من الله تبارك وتعالى نحمد الله تبارك وتعالى عليه. أذكركم وأذكر نفسي بأن اليأس ليس من شيمة المؤمنين، بل الثقة في وعد الله ونصر الله تبارك وتعالى في الدنيا قبل الآخرة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. الرسول والذين آمنوا معه يزلزلوا ويقولوا متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هذا موعود الله. ثقوا، اثبتوا، اصبروا، ثقوا في وعد الله تبارك وتعالى. كونوا كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. كونوا كما كان موسى عليه السلام أمام طغيان الفرعون كما قال أصحابه فقد ما أنت قاد، بل كما قالوا حينما قال لهم الجميع أن الدنيا كلها ضدكم، الأمريكان والأوروبيين والصهاينة والمخابرات والجيش وأمن الدولة والإعلام والقضاء والنيابة، الجميع ضدكم. لكن تذكرون ما قالت موسى حينما قالوا له إنا لمدركون، قال وليكن هذا شعاري وشعاركم وشعار المؤمنين جميعا كلا إن معي ربي سيهدين، كلا إن معي ربي سيهدين. نثق في وعد الله ونثق في أننا بفضل الله حملنا قضية عادلة، وهي الدفاع عن هذا الشعب وحقه في الحياة الكريمة، الحياة الحرة، الحياة التي لا وصاية عليها لا من الخارج من أمريكان وصهاينة وإماراتيين ولا من الداخل من جيش وشرطة ومخابرات وأجهزة أمنية. حق هذا الشعب في أن يعمل إرادته وأن يختار ما يريد. هذه القضية العادلة التي بفضل الله حملناها وليس فيها أبعاد لا شخصية ولا عائلية ولا حزبية ولا مصالحية، لكن بفضل الله نحملها ونقدم التضحيات في سبيلها. أبشركم وأبشر جميع العاملين لنصرة الحق والعدل في أنحاء مصر وفي ربوع العالم. البشريات كثيرة،
الرئيس. تذكرون هذا الرجل الصالح الذي شوهوا صورته طوال سنة بكل طريق، والذي سعوا لتكريه الناس فيه بكل سبيل، بل الذي سعوا لصناعة الأزمات لإفشال منظومته بكل سبيل، وسعوا لإحداث الفرقة لجعل الناس تكره تلك الفترة بكل سبيل. ثم يشاء الله شيئا آخر. أرأيتم كيف خرجت الدنيا كلها وليس مصر وحدها، ميادين العالم كله ترفع صور الرئيس، تهتف باسم الرئيس، تدعو لهذا الرئيس في صلاتها في رمضان وبعد رمضان. إن الله سبحانه وتعالى هو المعطي وهو المانع، وهو الذي إذا قرر شيئا لا تملك قوى الدنيا كلها أن تحجبه. المثال الثاني رابعة العدوية، تلك التي أرادوا فضها ليجعلوا الناس تنسى ربعة ومن في ربعة، حاصروها بالتضييق الإعلامي ومنع الإرسال وحجب الحقيقة عن أن يراها الناس، ثم قرروا فضها بالقوة وبالمجازر من أجل أن ينسى الناس القضية التي حملتها ربعة العدوية. ثم يشاء الله شيئا آخر، يشاء الله أن تكون ربعة في كل العالم، في كل لغات العالم، ربعة التي كانوا يقولون عنها أنها إشارة مرور وأنهم شرذمة قليلون، فإذا بها لغة جديدة هي أعلى كلمة استخدام في العالم، إشارة ربعة ورمز ربعة رابعة الصمود. ويصبح الأربعاء 14 أغسطس تاريخ مشهود في الدنيا كلها رمزا في التاريخ للصمود والإباء والعزة والسلمية والمقاومة السلمية في وجه الطغيان وفي وجه القتل والحرق والتمثيل والتشويه. رابعة التي صارت الآن يهتف باسمها العالم كله والدنيا كلها ولغات الدنيا كلها وأعراق وأديان وأجناس الدنيا كلها، مما يؤكد أن هؤلاء الأقزام لا يمكن أن يصنعوا شيئا إلا ما يريده الله سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. بل أقول في عائلتنا البسيطة، أختنا الشهيدة أسماء، تلك الزهرة التي أرادوا أن يقتلوها بالرصاص من أجل أن يخلصوا صوتها وأن يبينوا صورتها، فإذا بإرادة الله تبارك وتعالى تصنع شيئا آخر، ترفع ذكرى أسماء واسم أسماء وصور أسماء في ميادين العالم، يصلون عليها ويدعون لها ويهتفون بها ويرفعون صورها، ليس فقط في اسطنبول وفي قلب أوروبا، بل في المسجد الأقصى، بل في الكعبة المشرفة والمدينة المنورة، صلوات الجنازة التي أقيمت على أسماء والدعاء والصور والهتاف، بما يؤكد ويبشر أن ما يريده الله هو الكائن وليس ما يريده الأقزام. بل أضرب لكم الأمثال في فضائح أراد الله نشرها لهؤلاء الطغاة الذين حاولوا أن يضللوا وظنوا أنهم يملكون الإعلام ويملكون الرأي العام. حاولوا مثلا أن يقولوا على مأذنة الفتح أنها مصدر الإرهاب ومصدر القتل، فإذا بالله يسوق إمام المسجد ليقف أمام العالمين رغم التهديد والتخويف ليقول أن تلك المأذنة خارج المسجد ويسيطر عليها الشرطة ولا يمكن أن يصل إليها المعتصمون داخل مسجد الفتح، وأن الذين صعدوا إليها واعتلوها هم من نزلوا من الطائرات تحت رعاية الشرطة وليس من خرجوا من ضمن المعتصمين. مثال آخر حينما قالوا أن مبنى المقاولون العرب قد اقتحمه المتظاهرون وأحرقوه، فإذا برئيس مجلس إدارة الشركة يخرج على الناس رغم التهديد والتخويف ليقول في صراحة أن الأدوار العليا التي احترقت نتيجة إطلاق النيران عليها من الطائرات التي حلقت فوقها، وأن لا أحد من المعتصمين قد اقتحمها وقد دخل أدوارها السفلية. وهكذا رأينا تلك الأمثلة. رأينا حامد البربري الذي يقص نبأ ما جرى لأخيه تامر عبد الرؤوف
الصحفي بالأهرام والصحفي بالجمهورية ويفضح هؤلاء القوم. رأينا تلك النماذج، وأنا في هذا المقام لا يفوتني أن أشكر ليس فقط الشيخ رائد صلاح والدكتور طارق سويدان على كتاباتهم في حق عمار البلتاجي وأسماء البلتاجي، لكن أذكر من اختلفوا معنا كثيرا لكن وقفوا يذكرون تلك المواقف ويكتبون اليوم: تميم البرغوثي وعلاء عبد الفتاح ومحمد عادل ونادية أبو المجد وغيرهم، هؤلاء الذين وعلاء صادق، هؤلاء الذين كتبوا ما يعرفون من حق في حق تلك النسمة الكريمة التي والله أفتخر بها، ليس لأنه ابني لكن بتلك الروح الراقية وهذا الذوق العالي وتلك الإنسانية الرفيعة التي عاش بها عمار البلتاجي. أذكرك ابن الحبيب وأخي الغالي، كما كنت أناديك دوما أني في حاجة إلى آرائك ومشورتك وعمق تحليلاتك. أذكرك وأرقبك الآن أكرر كلماتك التي كتبتها في رثاء أختك على حافة الخلود: قد كنت آمل أن أكون لك الفداء مما ألم، فكنت أنت فدائي. أقول لأسماء ولعمار: قد كنت آمل أن أكون لكما الفداء مما ألم، فكنتما أنتما فدائي. وتفرق البعداء بعد مودة صعب، فكيف تفرق القرباء. أدعو الله أن يربط على قلب أمكم وأن يثبت إخوتكم، وأبشروا والله لا أدمع حزنا ولا وهنا ولا ضعفا، لكن فرحا واستبشارا بموعود الله ونصر الله. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ثقوا وامتلأوا يقينا في موعود الله ونصر الله، وتوكلوا على الله. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وإلى لقاء قريب في سعادة الدنيا، أو نلتقي حول حوض النبي صلى الله عليه وسلم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والسلام عليكم ورحمة الله.